ازيكم يا احلى نجوم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده معانا توقعات يوم الاربعاء 11 مارس 2026. يوم مش عادي فلكيا خالص. القمر موجود في برج القوس الناري، وده بيدي طاقة حركة وانطلاقة كبيرة جدا، خصوصا لبعض الابراج اللي ممكن تكون من الاكثر حظ النهارده. وفي نفس الوقت المشتري بيبدأ يتحرك للامام، وده خبر مهم جدا لان تأثيره بيعمل انفراجات وفرص جديدة. لكن خلوا بالكم، في ابراج ممكن تستفيد جدا من اليوم، وفي أبراج تانية لازم تبعد عن التسرع والقرارات السريعة. خلينا نبص الأول على الوضع الفلكي العام. الشمس موجودة في برج الحوت، وعطارد كمان متراجع في الحوت، والمريخ موجود في الحوت. أما الزهرة وزحل ونبتون فموجودين في برج الحمل، بلوتو في برج الدلو، وأورانوس في برج الثور. والمشتري النهاردة بيستعد إنه يبدأ حركته الأمامية في برج السرطان، وده حدث مهم هيأثر على طاقة اليوم. بشكل عام كده اقدر اقول ان اليوم فيه فرص قوية للحركة والانطلاق، في طاقة ايجابية بتخلينا حاسين كده اننا عايزين نتحرك ونغير ونبدأ خطوات جديدة، كأن في حاجة جوانا بتدفعنا ان احنا كده نسيب طاقتنا ونفكر بطريقة عملية اكتر. لكن في نفس الوقت بعض الابراج ممكن تحس بنوع من التسرع او العند، لان الطاقة القوية ممكن تخلي الشخص عايز يتحرك بسرعة من غير ما يفكر كفاية. وجود القمر في القوس واللي حاكمه المشتري اللي بيبدأ يتحرك للأمام، ده بيخلي اليوم مليان حركة وأمل وفرص عند ناس كتير. لكن برضه ممكن يخلي بعض الناس تتسرع شوية. خلونا نشوف بقى التأثير ده هيبان ازاي على كل برج. برج الحمل، اليوم بالنسبة لك يوم إيجابي جدا. الأمور حواليك ممكن تبدأ تتعدل، خصوصا في الأمور اللي ليها علاقة بالاستقرار أو البيت. ممكن يكون في موضوع متعلق ببيت جديد أو شراء منزل، أو حتى محاولة حل مشكلة عائلية. لو كنت بتسعى لحل حاجة في العيلة أو لاسترجاع حق معين، فالحظ النهاردة بيدعمك بقوة. النهاردة ممكن يعتبر فرصة حقيقية لتحقيق هدف مهم، أو إنك تكمل طريق بدأته قبل كده. يوم مليان طاقة إيجابية وفرص تساعدك إنك توصل للاستقرار اللي بتدور عليه. برج الثور، بالنسبة لك بقى النهاردة يوم كويس جدا مهنيا. ممكن يكون في أشخاص حواليك بيدعموك في الشغل، سواء بنصيحة أو بفرصة. ممكن كمان يكون في أصدقاء عمل بيتكلموا عنك بشكل كويس وبيفتحوا لك باب جديد. المهم إن الطاقة حواليك إيجابية، وفي ناس فعلا عايزة تشوفك في مكان أفضل. كمان عندك قدرة حلوة جدا على التواصل مع الناس، وده ممكن يساعدك إنك تمشي خطواتك المهنية بثقة أكبر. برج الجوزاء، خلي بالك شوية النهاردة يا جوزاء، خصوصا في الأمور المالية أو الشراكات. مش أفضل وقت للمجازفة أو اتخاذ قرارات مالية كبيرة. كمان مش مناسب إنك تعلن اتفاق جديد أو تدخل في شراكة أو حتى تنهي شراكة. فالأفضل النهاردة إنك تراقب وتفكر بهدوء من غير اندفاع. أي قرار مهم حاول تأجله شوية. برج السرطان، ألف مبروك ليك يا سرطان. النهاردة بداية حركة المشتري الأمامية في برجك، ده بيخليك تحس إنك كده أكتر انفتاح على الحياة، وكأنك بدأت تفهم حاجات كتير كانت مش واضحة قبل كده. وجود القمر في القوس ده بيخليك تميل لإصلاح العلاقات. ممكن تحاول ترجع علاقة قديمة أو تصلح خلاف حصل قبل كده، سواء مع صديق أو حبيب أو حد من العيلة. كمان ممكن تراجع أخطاء قديمة في الشغل أو في حياتك وتبدأ تصلحها. ولو عندك موضوع صحي أو علاج، ممكن تشوف تحسن أو بداية حل. برج الأسد، اليوم مهم ليك عشان ممكن تشوف الحقيقة بوضوح. هتعرف تفرق كويس بين الشخص الصادق والشخص اللي مش واضح. عندك قدرة قوية على فهم التفاصيل الصغيرة حواليك. كمان اليوم مناسب جدا للمصالحات وتقوية العلاقات، خصوصا مع العيلة أو الأولاد. ولو عندك مشروع أو فكرة جديدة، فممكن تبدأ تفكر فيها بجدية النهاردة. ولو بتقدم على وظيفة، اليوم ممكن يكون فرصة كويسة ليك. برج العذراء، انت النهاردة بتدور على الهدوء والاستقرار، لكن ممكن تحاول توصله بسرعة شوية. ممكن يكون في مراجعة لحساباتك أو رجوع لعلاقات قديمة، أو حتى صداقات جديدة هتساعدك في مشكلة قديمة. في ناس ممكن تقف جنبك وتدعمك، لكن خلي بالك من التسرع، لأنك ممكن تحاول تعمل كذا حاجة في نفس الوقت وده ممكن يشتتك. ركز على هدف واحد وخطوة واحدة في كل مرة. برج الميزان، اليوم بالنسبة لك إيجابي جدا اجتماعيا. عندك حضور قوي وسط الناس وسرعة بديهة وقدرة على التعبير عن نفسك بشكل واضح. كمان لو عندك أمور قانونية أو أوراق رسمية، فالنهاردة ممكن يكون فرصة كويسة للتعامل معاها. ممكن كمان يكون في تحركات أو تنقلات، سواء فعلية أو حتى على مستوى التفكير، كأنك كده بتبدأ تشوف الأمور بطريقة أفضل. برج العقرب، انت كمان متأثر بحركة المشتري الأمام. ممكن تبدأ تحس ان الأمور كده بترجع لاستقرارها تدريجيا. في فرص مالية ممكن تظهر، أو مشروع جديد، أو حتى دعم مالي من العيلة. كمان عندك تركيز قوي وقدرة على التفكير بوضوح، وده هيساعدك جدا في شغلك. برج القوس،
مزاجك النهاردة ممكن يكون أفضل بكتير من يوم 10، عشان المشتري حاكم برجك بدأ يتحرك للأمام، وده بيخليك تحس بطاقة وحضور وثقة بالنفس. ممكن تحس برضا عن شغلك أو حياتك بشكل عام. اليوم مناسب جدا إنك تتحرك وتنجز وتصلح علاقات. عندك كمان وعي قوي وفهم واضح للناس اللي حواليك. برج الجدي، خلي بالك شوية النهاردة يا جدي، ممكن تكتشف بوضوح من الشخص اللي مش في صفك، لكن المهم إنك ما تدخلش في صدام مباشر أو مشاكل. كمان ممكن ترجع مشكلة قديمة في الشغل وتظهر تاني، فحاول تتعامل مع الأمور بهدوء وتبعد عن العصبية. برج الدلو، الوقت ده مهم جدا ليك يا دلو. وجود القمر في القوس ده بيديك طاقة حركة وانطلاق، تقدر تنجز مشاوير كتير وتتحرك بحرية. كمان عندك تواصل حلو مع الأصدقاء، وممكن يكون في مصالحات أو إصلاح علاقات، فاستغل اليوم كويس لأنه ممكن يكون أفضل من اليوم اللي بعده. برج الحوت، تناغم المشتري مع الشمس في برجك ده بيديلك طاقة لطيفة. اليوم ممكن يكون مناسب لإنهاء أوراق أو إجراءات قانونية. ممكن تخلص أوراق قديمة أو تقفل ملفات كانت متعلقة، كأنك كده بتعمل نوع من تصفية الحسابات القديمة، سواء أوراق أو حتى نقاشات وخلافات. وبكده دي كانت توقعات الأبراج ليوم 11 مارس. أتمنى لكم يوم جميل ومليان طاقة إيجابية. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي هقول لكم باي باي.